الفني والإداري في مملكة البحرين، مساعد المدرب المخضرم ياسين الميل، أيام المحرق، أيام الزمن الجميل، أيام محمد جاسم والنبهان، الجيل الذهبي للمحرق. إذن هناك أيضا محمد سلمان، وهناك المعالج محمد رجب، وهناك الإحصائي محمد الحايكي، والحكم لمملكة البحرين هو محمد منصور زبيل الذي يمثل الوفد في مملكة البحرين. بالإشارة إلى الطاقم التحكيمي في هذه الأمسية: أحمد العجمي من عمان، وأحمد عنيزان من الكويت، وهناك أحمدان في التشالنج، أحمد عبد العال وأحمد محفوظ، وهناك الحكم الاحتياطي من قطر إبراهيم المحمود، وهناك المسجل جاسم العالي ووديع عادل من مملكة البحرين، ومساعد المسجل منير مكي، والمذيع محمد عباس، والمراقب لهذه المواجهة إيناس سالمي من تونس، ومراقب الحكام محمد اليوسفي من تونس، وهناك مراقب المباراة الحكم العالمي البحريني جعفر إبراهيم. إذن تشكيل منتخبنا الوطني كما توقعنا يبدأ بناصر عنان ومحمد يعقوب في مركز 4، وهناك علي إبراهيم وصانع اللعب حسين منصور في مركز 2، وهناك في الارتكاز هاني ومحمد جاسم والليبرو عباس عبد الله. إذن التشكيل ابتدأ. هناك في العراق اللاعب رقم 10 محمد كريم عبد الله، واللاعب رقم 11 إسلام ساجد، والليبرو صالح هادي مهدي، وهناك أيضا اللاعب رقم 12 عباس رياض عبد الحسين، واللاعب رقم 19 كابتن الفريق أسامة منيف صبار. إذن على بركة الله ننتظر صفارة أحمد من عمان لانطلاق هذه المواجهة في الساعة 7 على قناة البحرين الرياضية الفضائية. أولى الإرسالات منتخبنا يريد أن يحققها بثلاثية نظيفة. هناك الجماهير حاضرة، ربما اليوم بقيادة سيد الملاعب حاضرة الجماهير البحرينية. استقبال من ناصر، إعداد من حسين منصور، كرة اسقاط، يا سلام، دفاع عراقي يضرب من مركز 4 من فوق من العالي، استئناف للعب، محمد يعقوب حائط الصد أو ربما الشباك، يعيد كرة محمد يعقوب إلى أرضية الملعب البحريني، وأولى النقاط العراقية بخطأ من محمد يعقوب. 1 مقابل لا شيء. هنا الإرسال ينطلق، فلوتر سليم خارج أرضية الملعب، يشير مراقب الخط محمد جاسم، ويؤيده الحكم الأول أحمد العجمي من عمان، و1 مقابل 1 من خطأ من محمد يعقوب، وهناك الآخر خطأ من المرسل صانع اللعب في المنتخب العراقي. عادت سهلة، يا سلام، حسين منصور في الدفاع، ناصر يتحدى حوات الصد، يخفف الكرة، ضربة عراقية من مركز 3، دفاع جميل من محمد يعقوب، حاول فيها علي إبراهيم المدلل، يا سلام عليه، هذا علي إبراهيم ضارب مركز 2 في منتخبنا الوطني، حاول أن ينقذ الكرة الأخيرة، ولكن الكرة لمصلحة المنتخب العراقي. هذا حسين نمير، إرسال قوي، يا سلام، محمد منتظر ياسر يضرب إرسال قوي موجه على ملعب مملكة البحرين، وثالث النقاط العراقية من هذا العراق، المنتخب الأخضر، العراق العظيم المشارك في هذه البطولة. نشوف هنا الاستقبال، يا سلام، اضرب يا ناصر، ينجح ابن عنان في التغلب على حوائط الصد، ويأتي بالنقطة الثانية لمصلحة
منتخب البحرين. منتخبنا الوطني يتأخر بفارق النقطة في طليعة شوط المباراة الأول. هنا علي إبراهيم وإرسالاته الحاسمة، هنا إرسال خارج أرضية الملعب. 4-2. التقدم لمصلحة العراق، خطأ من علي إبراهيم. إسلام ساجد ينطلق الإرسال من إسلام، استقبال من محمد يعقوب، اضرب يا ناصر، ثاني نقاط عنان، ينجح ناصر عنان والنقطة الثالثة لمصلحة منتخبنا الوطني. شوف الارتقاء والضرب في الكروس الحاد ومحاولة دفاعية جميلة، وهنا عنان يستلم الإرسال ويسجل دخوله محمد يعقوب في المركز الأمامي بعدما أخطأ في أولى النقاط من المركز الخلفي. ناصر ومسلسل إهدار النقاط منذ انطلاق هذه المواجهة بإرسال خاطئ على التوالي، ومن قبله كان علي إبراهيم أضاع الإرسال. 5-2. إرسال قوي، يا سلام، استقبال من عباس، علي إبراهيم، ضربات قوية من علي إبراهيم، وهنا ضربة من مركز واحد يأتي بها إلى خارج أرضية الملعب، والنتيجة الضعف لمصلحة منتخب العراق. وهنا الجيتا في محاولة لإنقاذ الموقف بأخذ وقته المستقطع الأول في شوط المباراة الأول بعدما حلق المنتخب العراقي بفارق 3 نقاط. 6-3. الوقت المستقطع أعزائي المشاهدين حاضر. هذه جماهير منتخبنا حاضرة، ليس بالأعداد المطلوبة، ولكن نشكر من حضر وحاول إملاء الصالة. على الأقل الصالة ممتلئة نصفها، والنصف الباقي ربما في المباريات القادمة الإقصائية نأمل أن يواصل منتخبنا إلى الأدوار الأخيرة والوصول إلى المباراة النهائية في 10 نوفمبر. هنا إرسال قوي، استقبال جميل، يا سلام يا سلام يا سلام. المنتخب العراقي يتعملق في شوط المباراة الأول، وهنا حائط صد من أولى ضربات محمد جاسم، والعراق يتقدم بفارق 4 نقاط على حساب منتخبنا الوطني. هنا الإرسال حاضر من محمد كريم عبد الله، إرسالات قوية مقلقة من هذا الأشول. عيد حساباتك يا الجيتا، عيد حساباتك يا الأرجنتيني، شاور ياسين الميل. المنتخب العراقي أتى إلى هذه المواجهة لكي ينتصر، لا لكي يتفرج على إبداعات منتخبنا. نشوف نتابع النقطة الثامنة عراقية، نشوف إيس، إرسال إيس، والنتيجة 3 أضعاف لمنتخب العراق. 9-3. والوقت المستقطع أعزائي المشاهدين يعود من جديد، يطلب الجيتا بعد هدر في النقاط واستبسال عراقي منذ انطلاق هذه المواجهة. حذاري أن تفلت هذه المواجهة، لأن لها قيمة معنوية عالية أن تنتصر في اليوم الافتتاحي. نشوف نتابع. الجيتا يمتلك أوراق بديلة كثيرة. هناك اللاعب الأخضر على أرضية الملعب محمود حسن في دكة البدلاء، هناك اللاعب الذي حصد البطولات العربية محمد عنان، هناك اللاعب الناشئ السيد هاشم، وهناك الخبرة محمود عبد الواحد. أسماء كبيرة على دكة البدلاء بإمكانها أن تنقذ المنتخب البحريني.
هنا كرة سهلة تعود، يا سلام، إعداد جميل، محمد يعقوب وين وديتها؟ الحكم يشير أن الكرة خارج أرضية الملعب. مطالبة، وهنا استخدام لتقنية التشالنج. هل الكرة داخل أرضية الملعب أم لا؟ ربما الكرة خارج أرضية الملعب لكنها لامست حوائط الصد. ننتظر في أول طلب للتشالنج في هذه المواجهة. تقنية التحدي حاضرة بحضور الأحمدين، أحمد عبد العال وأحمد محفوظ. أتوقع أن الكرة خارج أرضية الملعب، لكن رد بيطلب التشالنج مدرب البحرين أنها لامست حوائط الصد. راح نشوف. توقع أن يكون 2 تشالنج لهذه. صعبة حتى على حكام التشالنج. خارج أرضية الملعب. اطلب تشالنج مرة ثانية يا القت. أقول أن الكرة لامست حوائط الصد قبل خروجها. 2 تشالنج في نقطة واحدة. يطلب العراقي. إذن التشالنج الثاني حاضر كما توقعت. هنا يطلب تقنية التشالنج القتة، والدور من جديد يعود بحوزة الأحمدان، أحمد عبد العال وأحمد محفوظ، وهناك أحمد العجمي. ربما لم تلامس. ربما النقطة الأخيرة بامتياز للمنتخب العراقي، النقطة المثيرة التي كان بها شكوك أن الكرة داخل أرضية الملعب، ونجح العراقي ومن ثم حاول البحريني بأن يستفيد من التقنية بأن الكرة لامست حوائط الصد، ولكن يستمر التألق وحصد النقاط العراقي أمام عجز بحريني منذ انطلاق شوط المباراة الأول. هنا إرسال قوي وما حسب حسابه ياسين الميل، ما برز 3 مستقبلين لهذا الإرسال المقلق والقوي. وجه على ناصر، وجه على عباس، باقي محمد يعقوب. نواصل. النقطة 11 للمنتخب العراقي أمام عجز بحريني واضح في كسر هذا الإرسال المقلق. يلا يا أبو يعقوب يضرب. نتابع. هنا إعداد ومركز واحد. يا سلام، تألق من ضارب مركز واحد. وهنا خارج أرضية الملعب. الكرة الأخيرة ومنتخبنا يتنفس الصعداء بعدما أخطأ قائد الفريق العراقي أسامة منيف صبار في الكرة الأخيرة. 4 مقابل 11. شوف ضاعت الإرسالات من منتخبنا، وهناك العكس في المنتخب العراقي استثمر الإرسالات بشكل سليم. هنا محمد يعقوب في محاولة للإنقاذ. هنا النقطة الخامسة. يا سلام يا أبو يعقوب، حلق، هذا مكان، هذه ألعابه أبو ريم. شوف 5 مقابل 11. محمد جاسم يطلق الإرسال. استقبال حاضر. الضرب من مركز 4. يا سلام، تألق بحرين. وهنا هاني في الاستقبال. وين يا علي إبراهيم؟ خارج أرضية الملعب. والنقطة 12 لمصلحة المنتخب العراقي، ومسلسل أخطاء على التوالي. 12 مقابل 5. هنا إرسال من القائد. يا سلام يا عباس، استقبال جميل وكرة اسقاط، ولا أروع من هاني بعد استقبال من عباس عبد الله بالأدوات الهندسية. وقف الكرة بمقاييس وتقنية رائعة. 6 مقابل 12. ما زال الضعف لمصلحة العراق، الفارق 6 نقاط. هنا إرسال
حاضر من حسين منصور. شلون بدون بلوك؟ أعطاه كرة على طبق من ذهب، ضربها من مركز واحد بدون حوائط صد، سحب حوائط الصد على الارتكاز. وربما الشوط الأول ذاهب بامتياز للمنتخب العراقي. 13 مقابل 6. هنا إرسال حاضر، يا سلام، الضرب من مركز 3 تعود. هناك لمس للشباك يعطي النقطة السابعة لمصلحة منتخبنا الوطني. يلا يا ابو يعقوب، اعطينا رسالاتك، رجعنا للنهائيات، رجعنا لايام عنيد الدار. محمد يعقوب، ارسال قوي، نشوف. يا سلام، يضرب، ينجح بعد ضرب الكرة في حوائط الصد إلى خارج أرضية الملعب، يأتي بالنقطة 14. هذا المتألق في صفوف المنتخب العراقي. إرسال فلوتر، استقبال من عباس، إعداد من حسين، يا سلام، هاني، إعداد حاضر، تعود سهلة، هل ينجح؟ نشوف، نتابع. وين علي إبراهيم؟ أولى النجاح في ضرباته بعدما أخفق في ضربتان. ها هو يعود ويأتي برتم تصاعدي إلى أجواء هذه المواجهة. 8 مقابل 14. ما زال فارق ال6 نقاط يحتدم أعزائي المشاهدين في مجريات شوط المباراة الأول. هنا إرسال حاضر، مركز 4. خرسانة مصطفى على الشباك، خرسانة مصطفى على الشباك تقلص الفارق إلى 5 نقاط. يا سلام، يا سلام، تماسك، تراص. هاني يستمر في الإرسال، استقبال حاضر، دفاع جميل، إعداد من حسين، يضرب محمد يعقوب، يا سلام، متابعة عراقية، تعود صادة ناصر عنان أو صادة الشباك، ولكن النتيجة هو تقليص الفارق لمنتخبنا. 10 مقابل 14، وهبوط اضطراري لطائرة العراق بقيادة المدرب جواد شمامي. هناك الطاقم مع جواد شمامي العراقي المدرب الإيراني، وهناك تواجد طاقم عراقي مكون من رافد سعد وسلمان أرزوقي خميس، مساعد مدرب أول ومساعد مدرب ثاني، وهناك رئيس الوفد علي عبد الكاظم. 14 مقابل 10، وعودة الفريقين لأرضية الملعب، وكأننا نشاهد في خطوات لعودة المنتخب البحريني. عاد لفارق الأربع، نشوف، نتابع، إعداد حاضر، جميل، وتربل بلوك، ولكن اختراق لحائط الصد الثلاثي في تشتيت الكرة إلى خارج أرضية الملعب بخدعة ماكرة أمام حوائط الصد القوية. 15 مقابل 10، فارق ال5 نقاط لمنتخب العراق. هنا الإرسال حاضر وقوي، لكن خارج 81 متر مربع ملعب المنتخب البحريني. فارق ال4 نقاط يعود. هنا تسجيل دخول لمحمود حسن ومحمد عنان، يحتاج إلى وقفة عندما يدخل اللاعب الخبرة محمود حسن صاحب البطولات والإنجازات على مر عقدين من الزمن مع المنتخب الوطني. وهناك محمد عنان في دخول واحد في المشاركة في هذا الدوران، جابها محمد يعقوب. نشوف عنان، أولى ضرباته، أولى لمساته. الحمد لله على السلامة يا محمد عنان، موسم كامل غاب
عنان عن المشاركة، وها هي أولى ضرباته الرسمية داخل أرضية الملعب وتقليص الفارق إلى 3 نقاط. هنا الإرسال حاضر من محمود حسن، نشوف نتابع. يا سلام، حائط الصد، وين جابها عباس، عداها ناصر. أوه، عادت جميلة سهلة، استغل مركز 2، اضرب يا جوني. متابعة حاضرة من مركز 6 محمد يعقوب. أوه، كانت التفاتة ولمسة ولوحة فنية جميلة في الكرة الأخيرة، لولا أن أكملها محمد يعقوب من منطقة الباي. 12 مقابل 16. هناك جماهير حاضرة تعزف الألحان، تؤازر، وجوني يضرب. وهنا حوادث الصد حاضرة، عادت سهلة المنتخب العراقي. نشوف صعبها أبو يعقوب، استقبال حاضر مركز 3. يا سلام يا عباس، إعداد من محمد يعقوب، ناصر على الشباك. أوه، راحت الكرة الأخيرة والنقطة 17 عراقية. هناك جماهير حاضرة في أرضية الملعب، وهناك العديد خلف الشاشات في كل مكان، من المحيط إلى الخليج، في الوطن العربي وفي مملكة البحرين، متابعة إلى هذه المواجهة. ومن العراق الجماهير المتابعة لهذه المواجهة. عنان يضرب، يا سلام يا سلام يا سلام، هذا جوني يضرب، يجلد، ما يرحم. والنقطة 13 بحرينية. ماذا أراد أن يطلب؟ إذن ماذا يقرر الأحمدان؟ استئناف للعب وعدم الأخذ بتقنية التشالنج في الكرة الأخيرة. على ماذا أراد أن يطلب التشالنج؟ كرة طبيعية جدا، ربما شاهد شيئا لم نشاهده. وهنا فارق الأربع. يلا يا ناصر، إرسال فلوتر جميل. نشوف مركز 6 يضرب، يخفف الكرة. عباس في الدفاع، يا سلام، جوني يجلد أرضية الملعب العراقي، يأتي بفارق 3 نقاط، يقلص الفارق محمد عنان 14 مقابل 17. ينطلق الإرسال، نشوف نتابع. يضرب الكرة في حوائط الصد إلى خارج أرضية الملعب، وينجح المنتخب العراقي بحصد النقطة 18. 18 مقابل 14. ينطلق الإرسال. أوه، إرسال موجه للشباك. ما زالت الفرصة قائمة لعودة منتخبنا. كرة الطائرة 25 نقطة. تعلم أن لا تعرف اليأس. كان الفارق 7 أو 8 نقاط، 4 مقابل 11 أو 3 مقابل 11، 8 نقاط. عاد إلى 3، توسع إلى 4. ما زال هناك متسع من النقاط لكي يعود منتخبنا في عنوان رومنتادة شوط المباراة الأول. نأمل، نترقب، ولكن ربما الواقع يختلف. هنا إرسال عراقي مقلق، إعداد من محمد يعقوب. يا سلام يا أبو ريم، محمد يعقوب يختار الأماكن الفارغة. وهنا عودة علي إبراهيم وحسين منصور صانع اللعب في منتخبنا الوطني. دوران جميل الأخير قلص به الفارق. الجتة نأمل أن يستمر ويستأنف بعودة علي إبراهيم في المركز الأمامي. نشوف
نتابع. وهنا ضربة قاسية من مركز 4 من اللاعب رقم 17 إبراهيم مظفر رشيد. تغيير، هنا خروج إبراهيم ودخول لاعب رقم 7 محمد علي أنور. يدخل لكي يلعب الإرسال. 1.82 سنتيمتر. هنا استقبال من ناصر، يا سلام. هاني ينهي ويعيد فارق الثلاث نقاط، 17 مقابل 20. الأوقات المستقطعة لدى منتخبنا انتهت، استؤنفت. محمد يعقوب ارسال حاضر، يا سلام. المتابعة من عنان، يقول له ما تغلبني. حاول يخدع فيها ناصر عنان. هناك لمس للشباك على اللاعب العراقي، وهنا اعتراض عراقي ربما هنا. إذا فارق النقطتين. منتخبنا يعود لقلب المنافسة في أولى أشواطه. 18 مقابل 20. مجموعة قوية. هناك تونس وعمان. تونس أحد أبرز المرشحين لهذه البطولة، والمنتخب العماني منتخب لا يستهان به. وهنا هذا أبو ريم لاعب الخليج في هذا الموسم، ولاعب عنيد الدار في الموسم السابق وعدة مواسم. لعب مع المحرق في أحد مواسمه ربما لموسمين. هذا محمد يعقوب. نشوف. لا حاول يدخل في أجواء المواجهة، ولكن هذا أبو ريم أخطاء كثيرة في أولى الأشواط. ولكن هذا حال كرة الطائرة، ربما الرتم يكون تصاعدي في أغلب الأحيان. نشوف هذا الإرسال، استقبال من عباس، خلص يا علي إبراهيم، دفاع حاضر، استقبال متابعة من بعد حوائط الصد. ينجح ناصر عنان. هنا تسجيل دخول للاعب الواحد محمود عبد الواحد لكي ينفع المنتخب الوطني بمهارة الإرسال بديلا عن هاني حبيب. محمود عبد الواحد في تنفيذ الإرسال. إرسال حاضر من محمود، مركز 3. يا سلام. علي إبراهيم يضرب، عادت سهلة. يا سلام يا محمود. إعداد حاضر. التعادل يعود. كان المنتخب الأساسي لهذه التشكيلة ومحمود العافية، لكن بدواعي الإصابة استدعوا المخضرم محمود حسن. وهنا حسين، أولى مواسمه الذي يشارك فيها حسين منصور مع الفريق الأول، مع المنتخب الوطني للفريق الأول بعد الموسم الجميل الذي قضاه مع طائرة النبي صالح في العام المنصرم. إذن 21 مقابل 21، ما في حد أحسن من أحد. التعادل يسود شوط المباراة الأول بعد عودة ماراثونية خيالية لمنتخبنا بعدما كان متأخر بفارق 8 نقاط. يعيد اصطفاف أوراقه عندما قلنا أن المدرب يمتلك أوراق رابحة في دكة البدلاء، أشرك منها 3. هذا محمود عبد الواحد
ومن قبل محمود حسن ومحمد عنان. وهنا النقطة 22 لمصلحة منتخب العراق. المجموعة الثانية تضم الكويت وقطر والسعودية والأردن. 3 نقاط يحتاج المنتخب العراقي لحسم الشوط، ولكن ربما الشوط يتجه للتمديد. هنا ناصر كرة اسقاط، حذاري من هذه النقطة، وين يضرب خارج أرضية الملعب. وهنا التعادل يعود أعزائي المشاهدين بالتعادل 23 لكلا 22 لكلا الفريقان. اوه يا علي ابراهيم، يا علي ابراهيم، اخطاء ليست بالقليلة. هذا اللاعب خبير، افضل ضاربين مملكة البحرين. في مركز 2 اضاع ارسالان وضربتان على اقل تقدير. نشوف نتابع، ينقذ الكرة محمد يعقوب، يا سلام، يلا يا ناصر، دفاع حاضر، عادت وين. مركز 4 من جديد، تعود كرة مع الكثير من القلق والأرق، والتعادل يعود 23 مقابل 23. نقطة كانت مهمة، لو حصدها العراق ذهب إلى نقطة الشوط، وإذا ذهب إلى نقطة الشوط تحتاج إلى جهد كبير لكي تأتي بنقطتان على التوالي لكي تعادل الكفة، لا لكي تنتصر. وهنا الآن نحتاج إلى نقطتان على التوالي لكي نحسم شوط المباراة الأول. هنا إرسال من ناصر موجه، إعداد الضرب من مركز 1، وين خارج أرضية الملعب. يطالب بالتشالنج، ولكن ربما الكرة الأخيرة بعيدة كل البعد عن حوائط الصد. ننتظر نترقب، هل يكون التشالنج هو الحاسم لهذه النقطة؟ إذا منتخبنا في التقدم، منتخبنا للتقدم، ولكن المهمة أوكلت، خرجت من الأحمدين، أحمد العجمي وأحمد عنيزان في أرضية الملعب إلى أحمد عبد العال وأحمد محفوظ. وين يا أحمد؟ أوه، خارج أرضية الملعب بين يدي اللاعب. وهنا اعتراض، كل الاعتراض على قرار الحكم من هذا الليبرو كريم هادي صالح. إذن التقدم يعود، التقدم الأول لمصلحة منتخبنا في الوقت القاتل. وهنا ضربة في حوائط الصد إلى خارج أرضية الملعب. عنوان هذا الشوط عودة الروح للمنتخب الوطني البحريني بعدما تأخر بفارق 8 نقاط، ولكن ربما يكون العنوان الأبرز هي العبرة في الخواتيم. 24 مقابل 24. أوراق القطة استنفذت 6 تبديلات واستخدم كل الأوقات المستقطعة. يضرب محمد يعقوب، عادت سهلة لمنتخبنا، يستغل، يعطي من، يا سلام محمد جاسم، دفاع حاضر أمام ضربة محمد جاسم. وهناك لمس للشباك على اللاعب إبراهيم مظفر رشيد، والإحباط حاضر على وجه لاعبي منتخب العراق. التبديل الأخير بعودة هاني لأرضية الملعب والمشاركة في المركز الأمامي وخروج محمود عبد الواحد. نقطة شوط المباراة الأول. محمد جاسم، الإرسال ينطلق، وين خارج أرضية الملعب، يخطأ محمد جاسم. 25 لكلا الفريقان. هنا الإرسال، قائد الفريق أسامة منيف هو الآخر، يعطي نقطة بالمجان
معروف كريم العراقي. محمد جاسم أعطاهم نقطة بالمجان، قال أرجع. النقطة للمنتخب البحريني. نقطة الشوط الأول تعود من جديد، وهنا الإرسال بيد حسين منصور. يا سلام يا حسين، استقبال حاضر، الضرب من مركز ثلاثة، يضرب، يعوض إبراهيم مظفر بعدما لمس الشباك في النقاط القاتلة. هنا يجلد كرة في أرضية الملعب، ويعود التعادل 26 لكلا الفريقين، ويتمدد الشوط إلى ما بعد 27، ربما أكثر، ربما نوصل 30. نشوف هنا ارسال، استقبال من عباس، الضرب من محمد يعقوب. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا محمد يعقوب اللي اعرفه، هذا ابو ريم. اذا صاد الكره ما يرحم، يفجر ارضيه الملعب بضربه قويه من مركز 2 لاعب فريق الخليج السعودي، ولاعب عني هو ضارب مركز 4 في منتخبنا الوطني. هنا إرسال حاضر، مركز 2 يضرب، يستغل علو كعب حوائط الصد، ويأتي بالنقطة 27. وأجمل أشواط البطولة ورابع أشواط البطولة بعدما انتصر تونس على عمان ب3 أشواط نظيفة. هنا 27 مقابل 27. يتمدد شوط المباراة الأول بعدما تقدم بالفارق العراق، وعاد البحرين من بعيد وعادل الكفة وتقدم بفارق النقطة، وهنا سابق ولاحق على أن يحسم شوط المباراة الأول. هنا الإرسال حاضر، استقبال، تعود هاني، لا ناصر عنان يضرب، يستغل خبير عنان من مواليد 1992، شارك مع المنتخبات السنية جلها ناصر عنان من فئة المهرجان عندما كان اسمه بطولة المحبة في دولة قطر إلى هذا التاريخ، ربما من 2005 إلى 2024، أكمل 20 سنة مع المنتخبات الوطنية ناصر عنان. هناك إرسال حاضر، مركز 3، يا سلام الدفاع، إعداد ناصر، مال هلا بن عنان. شوف 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 الاحتضان مع محمد يعقوب. لاعب المحرك، خلاص عرف شلون يختار الذيب، استقطب ناصر عنان من الطائرة الأهلاوية. إذا يحسم شوط المباراة الأول لمصلحة منتخبنا الوطني بنتيجة 29 مقابل 27. إذا لا تذهبوا بعيدا أعزائي المشاهدين، نترككم مع اللقطات المختارة من طاقم العمل المميز، ونعود لاستئناف هذه المواجهة.
إذن عودة الفريقين لأرضية الملعب لاستئناف الندية والإثارة في البطولة 23 للمنتخبات، البطولة العربية للرجال هنا في مملكة البحرين، حيث شاهدنا شوط من أجمل الأشواط يحمل فيها الكثير من المعاني، وأبرزها عدم اليأس وعودة منتخبنا والانتصار بعدما كان متأخرا بفارق الكثير. شاهدنا منتخب عراقي قوي لا يستهان به. من ملاحظة قبل المجيء لهذه المواجهة صادفت أحد اللاعبين السابقين في نادي البسيتين وليد الجزاف، وقال الجزاف 3-0 للبحرين. هل يصدق في توقعاته؟ ولكننا نشاهد منتخب عراقي قوي في أولى أشواطه، فهل يستمر الإبداع البحريني؟ ننتظر نترقب أعزائي المشاهدين صفارة الحكم العماني أحمد العجمي للانطلاق في مجريات شوط المباراة الثاني. يا سلام يا سلام يا سلام! يبدأ الجيتا بنفس التشكيل الذي بدأ وختم به المباراة، وأولى الإرسالات ينجح فيها محمد يعقوب من ضرب إرسال قاسي وقوي كما عودنا هذا اللاعب. كأنه ينتقم من اللاعب العراقي الذي تلاعب بالدفاعات البحرينية في بداية مجريات شوط المباراة الثاني. يلا يا ابو ريم، يلا يا ابو يعقوب، علمهم. يا سلام عليك! وين خارج أرضية الملعب يشير مراقب الخط محمد جاسم أن ضربة محمد يعقوب خارج أرضية الملعب، وأولى نقاط المنتخب العراقي. هنا الإرسال حاضر، استقبال الضرب من مركز 4. صادوا عنان، والنقطة الثانية لمصلحة منتخب العراق. 2-2، تكافؤ كبير، نقطتان عن التوالي، بحرينية ومثلها عراقية. وهنا استقبال حاضر، إعداد، يا سلام، يضرب في حوات الصد إلى خارج أرضية الملعب. 3-2. هاني على الإرسال، فلوتر جميل من هاني، استقبال عراقي، ضربة من مركز 3. يا سلام! حوات الصد حاضرة من محمد جاسم، ينجح اللاعب العراقي من اختراق حائط الصد والتعادل من جديد 3-3. شوف كانت واضحة، ذلك الحائط الثلاثي يجب أن يكون متماسك بشكل أكبر وإيقاف مثل هذه الكرة. هنا الإرسال حاضر. هذا العراقي المرعب، إرساله قوي، اقطع إرساله يا ناصر. يا سلام عليك! من أهم النقاط، لأن إذا وصل هذا في الإرسالات راح يقلق ويحلق العراق. إرسال كان ممتاز، ولكن لم يستغلها قائد المنتخب العراقي، وأعطى كرة سهلة للمنتخب البحريني الذي استغلها أفضل الاستغلال. و3 نقاط للمنتخب البحريني من الإرسال، 5-3. نقطتان تبديل الإرسال، و3 من إرسالات مباشرة منتخبنا الوطني يخطأ فيها. و4 نقاط للعراق، 2 من ال4 بخطأ من الإرسال، 1 من محمد يعقوب خارج أرضية الملعب، والثاني من علي إبراهيم في الشباك. لا تعطيه فرصة، قانون كرة الطائرة مثل ما يقول سيد محمد العلوي، إذا ما تاكله ياكلك. نشوف نتابع. يا سلام! عنان حاول
أن يتذاكى على حوائط الصد العراقية، ولكن لمس الشباك في نهاية المطاف. نقطة عراقية 5-5. إرسال ينطلق على إبراهيم، كرة سهلة، هذا خطأ من صناعة اللعب. هنا متابعة، انقاذ للكرة الأخيرة، محمد يعقوب. حوائط الصد، حوائط الصد لمصلحة المنتخب العراقي، والتقدم الأول في شوط المباراة الثاني لمصلحة العراق. ينطلق الإرسال، استقبال من محمد يعقوب، ناصر أعطاه كرة في صدره، والاعتذار من شيم الرجال. يا ناصر 6-6. أكيد يعتذر، إذا ما يعتذر مو ولد أبو جسام. ناصر 6-6. استقبال حاضر، مركز 4. يا سلام الدفاع. تاتش اوت والله، لا اهم شيء ما عور اللاعب، ان شاء الله السلامة والعافية. كرة بعيدة، 7-6. كانت فكرة ذكية، ولكن تحتاج إلى مليمترات قليلة لكي تلامس اللاعب وتكون من أحلى الألعاب. يخطأ محمد يعقوب في الكرة الأخيرة، وفارق النقطة لمصلحة المنتخب العراقي. والمنافسة شديدة في أجواء هذه المواجهة. إرسال سهل، استقبال من عباس، إعداد من حسين، يضرب. يا سلام، محمد يعقوب، دفاع مستميت عراقي، تعود سهلة. هل يستفيد منتخبنا؟ صادوا حسين منصور. إسقاط ليس في المكان السليم، هناك حائط صد بالمرصاد لصانع اللعب حسين. شوف 8-6. فارق النقطتين لمصلحة منتخب العراق. أول تقدم بفارق النقطتين للعراق. هنا إرسال يصطدم بالشباك، ويعطي النقطة السابعة لمصلحة منتخبنا الوطني. محمد جاسم على الإرسال، استقبال حاضر، ضربة إلى خارج أرضية الملعب، والتعادل يعود. وربما هنا طلب لتقنية التشالنج. لا، يقول أن الكرة ما لامست. خلنا نستفيد من التقنية. العراقي يخاطب زملائه بلسان الحال، نستفيد من التقنية في النقاط القادمة. هنا إرسال ينطلق، نشوف نتابع. يا سلام، ضربة قوية في حوائط الصد إلى خارج أرضية الملعب. يعود التقدم العراقي بفارق النقطة 9-8. هنا إرسال خارج أرضية الملعب، ضربة خارج أرضية الملعب، والنقطة 10 لمصلحة العراق. 10-8. هنا إرسال حاضر، نشوف. النقطة لمصلحة منتخبنا وتقليص الفارق. عائد، والمنافسة شديدة
في ثاني الأشواط. هنا حسين منصور، ارسال فلوتر والاستقبال ممتاز من اللاعب الليبرو، والاسقاط بشكل متقن من صانع اللعب، والنقطة 11 تسجل لمصلحة منتخب العراق. 11 مقابل 9. ينطلق الارسال، استقبال حاضر، مركز 2. اوه يا سلام عليك محمد يعقوب، وصل صوت الكرة الى كابينة التعليق. هذه ضربات ابو ريم. 11 مقابل 10، فارق النقطة لمصلحة العراق، وربما كرة للعودة. هنا الارسال حاضر، وين خارج ارضية الملعب. 10 مقابل 12. ينطلق الارسال، استقبال من محمد يعقوب. علي ابراهيم ينجح علي ابراهيم المدلل بالتغلب على حوائط الصد. 11 مقابل 12. يلا يا شباب نلاحق العراق، خلنا نتعادل. اخر تعادل كان 8 مقابل 8. هنا الارسال حاضر، يا سلام، مركز 3. اوه اسلام شلاب، اسلام يضرب كرة قوية من مركز 3 ويقسو على أرضية الملعب، وتقدم عراقي بفارق النقطتان 13 مقابل 11. هنا إرسال قوي، استقبال من عباس. علي إبراهيم، يا سلام، نقطتان على التوالي من المدلل، ربما يعطينا الإشارة أن ما زال المدلل بخير. علي إبراهيم الذي استقطبه الأهلاوية الموسم الثاني على التوالي. استقبال حاضر، إعداد من الليبرو ممتاز، والدفاع أحلى من عباس. ناصر، نشوف هل هو التعادل البحريني أم فارق النقطتين العراقي. يا سلام، المنافسة، أوه خلصها أبو ريم، اخترق حوائط الصد بعد لمسات فنية من الفريقان، والتعادل يعود 13 مقابل 13. يلا كمل يا علي، يلا يا المدلل، إرسالاتك يا علي إبراهيم. أوه دوران السابق بعد. الإرسال الأول كان إيس، والإرسال الثاني ضرب في الشباك. هنا الإرسال الأول واصل، والإرسال الثاني ضرب الشباك. إرسالين خطأ على علي إبراهيم في شوط المباراة الثاني. 13 مقابل 14. استقبال حاضر، مركز 3. أوه يا سلام، محمد جاسم لاعب نادي النبيه صالح يضرب كرة قوية داخل أرضية الملعب. أخبار أن اللاعب انتقل إلى نادي النصر. 14 مقابل 14. إرسال خاطئ في الشباك من ناصر عنان، والنقطة 15 لمصلحة المنتخب العراقي. صانع اللعب في المنتخب البحريني لاعب النبيه صالح الذي أدى موسم جميل العام السابق واستحق التواجد مع المنتخب البحريني. نشوف، وهنا نقطتان على التوالي لمنتخب العراق، 16 مقابل 14. فارق النقطتين لمصلحة
منتخب العراق. هنا ارسال قوي، اوه هذا المرعب، ارسالاته قوية، ارسال ايس من محمد كريم عبد الله. اذا القتا يطلب وقت المستقطع بعدما تأخر بفارق الثلاث نقاط. ربما العودة في الشوط الثاني أصعب، ربما العودة في الشوط الثاني أصعب، لأن الرتم المنتخب العراقي في تصاعد، على عكس شوط المباراة الأول كان الفارق 8 نقاط ولكنه كان في البداية. أما الآن التقدم ما بعد النقطة 13 يختلف، لأن التقدم بعدما انتصف شوط المباراة الثاني، ولكن الأمل موجود والثقة بالطاقم الفني والإداري والثقة باللاعبين ودكة البدلاء القوية المتواجدة التي ربما كأنها رديفة للفريق الأساسي. 17 مقابل 14. هنا الإرسال قوي، استقبال من عباس. محمد يعقوب، يا سلام، ينهي محمد يعقوب حوار الإرسال المقلق ويأتي بالنقطة 15 ويقلص الفارق إلى نقطتان. وهنا محمود عبد الواحد يدخل أرضية الملعب بديلا عن محمد جاسم لتنفيذ الإرسال. سبعة عشر مقابل 15، فارق عن نقطتان للعراق. وإرسال قوي من محمود، كرة اسقاط خارج أرضية الملعب ونقطتان على التوالي بحرينية. توقف للعب، وهنا بطاقة صفراء موجهة على المنتخب العراقي. ينطلق الإرسال من محمود، وين 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 يا محمود، خارج أرضية الملعب. إذن هذه البطولة لها تاريخ عريق ربما نعرفكم عليه فيما تبقى من هذه المواجهة. هنا الإرسال حاضر محمد، اوه لا تعطيه مجال، لا تعطيه مجال يحط فيه الكرة محمد يعقوب. شوف 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 في وصف حوائط الصد كأنه بالتلسكوب يراقب وين الفراغ، اضرب بالمجهر. 17 مقابل 18، فارق النقطة لمصلحة منتخب العراق. وهنا حسين منصور يضيع على الإرسال، والنقطة 19 لمصلحة منتخب العراق. أقيمت أول بطولة في دولة الكويت الشقيقة، وكان الكويت هو من حصد تلك البطولة في عام 77، ومن ثم في عام 80 أقيمت في سوريا وكان بطلها تونس. إرسال حاضر، يا سلام، نشوف متابعة حاضرة، نقطة التعادل، يا سلام، علي إبراهيم، علي إبراهيم يأتي بالتعادل لمصلحة منتخبنا، ولكن هناك اعتراض واحتجاج وربما طلب لتقنية التشالنج. على ماذا الاعتراض؟
على ماذا الاعتراض؟ يطلب تقنية التشالنج. أحمد العجمي يعطي المهمة إلى أحمد عبد العال. وهنا نقاش بين مساعد الحكم أحمد نيزان من الكويت مع المدرب لمنتخب العراق المدرب الإيراني جواد مهركان. إذن ربما طلب شيئا لم يصور بتقنية التشالنج. إذن هي نقطة التعادل لمصلحة منتخبنا، واستئناف بعد النقطة 19 للمنتخبان. ومحمد يعقوب بنفس طريقة الدوران الأول يضيع إرساله إلى خارج أرضية الملعب. هارد لك يا بريم، والتقدم يعود لمنتخب العراق 20 مقابل 19. استقبال حاضر ناصر، يا سلام، دفاع مستميت عراقي. والدفاع الأجمل عن الشعار البحريني. هناك اصطفاف من حوائط الصد. علي إبراهيم وهاني يصطادون الضربة الأخيرة من اللاعب العراقي، 20 مقابل 20. هنا يطلب الإحماء، الجيتا يطلب الإحماء كأنه يعرف تغييره. حين نعطيكم توقع تغيير الجيتا بعد هذه النقطة. سيخرج علي إبراهيم ويدخل محمود حسن في المركز الخلفي، ويدخل محمد عنان ويخرج حسين منصور لكي يستفيد من عنان في المركز الأمامي. هنا إرسال قوي إلى خارج أرضية الملعب، يشير مراقب الخط عيسى الكعبي أن الكرة الأخيرة خارج أرضية الملعب، ولا يوجد اعتراض عراقي بعد الكرة القوية الأخيرة. إذن الاعتراض من صالح منتخبنا أن الكرة خارج أرضية الملعب وسيفقد التشالنج، ولكن هناك من تدارك وقال الكرة برا، لا تطلب تشالنج. إذن كما توقعنا التغيير حصل بدخول محمد عنان ومحمود حسن. محمود ينفذ الإرسال، نشوف نتابع ضربة قوية من مركز 2 تضع المنتخب العراقي في التقدم بالنتيجة 22 مقابل 21. نستمر إلى سجل البطولة. في 82 ألغيت، وفي 84 تونس كان البطل في البطولة المقامة في تونس. هنا استقبال حاضر، مركز 4 عنان يضرب في حائط الصد إلى خارج أرضية الملعب ويعيد التعادل 22 مقابل 22. أما البطولة الخامسة كانت في الأردن، وكان أبطالها الفراعنة في مصر، ووصيفها العراق الحاضر في هذه المواجهة. هنا عنان، ربما نقطة التقدم البحرينية. أجل 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 أجل، إنها نقطة التقدم البحرينية. وهناك اللاعب الحر كريم هادي صالح، دائما في الاعتراض ودائما في الاحتجاج، ولكن هنا يطلب تقنية التشالنج منتخب العراق. هل لامست الكرة الأخيرة حوائط الصد أم لا؟ أحمد عبد العال، وهناك أحمد محفوظ. لم تلامس، نشوف نتابع. إذن النقطة الأخيرة لمصلحة المنتخب البحريني، والتقدم يعود
كما حصل في شوط المباراة الأول، تقدم في آخر النقاط مجددا 23 مقابل 22. وهنا الوقت المستقطع حاضر لكي نستكمل ونستذكر سجل البطولات المقدم. للأمانة هدية، ومن لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. الأستاذ الكبير المعلق جعفر الفردان قدم سجل البطولات لكي نستذكره للجماهير. في 88 أقيمت البطولة في المملكة العربية السعودية وكان بطلها تونس، وأما البطولة السابعة كانت في سوريا وكان البطل منتخبنا الوطني مملكة البحرين، والوصيف كان سوريا. وفي الثامنة في 94 أقيمت في مملكة البحرين وكان بطلها الجزائر. هنا إرسال حاضر، استقبال، نشوف، يا سلام المتابعة، قدم، خلص، النقطة 24. عنان يضرب، دفاع حاضر، عادت سهلة، اعطيها مركز 2، عنان من جديد، يا سلام، حوائط الصد حاضرة امام عنان، محمد جاسم بلمسة فنية اتكيت جميل من محمد جاسم ينهي بحوار النقطة 24 ونقطة شوط المباراة الثاني لمصلحة منتخبنا الوطني. منتخبنا يخلي العراق يوصل للماي بس ما يشرب من الماي. خلص يا عنان بالإرسال. هنا الوقت المستقطع ربما الأخير حاضر. أعزائي المشاهدين، نعود لسجل البطولات. هناك في مصر في 96 كان بطلها تونس، وهناك في 98 في مملكتنا الغالية كان بطلها الجزائر، وفي 2000 كانت في الأردن وبطلها الجزائر مرة أخرى، ومن ثم صار التوقف في 2001، وهناك في 2002 البطولة في الأردن وبطلها تونس، وفي 2004 الجزائر وبطلها مصر، وفي 2006 أقيمت من جديد في مملكة البحرين وكان نصيب الأسد لمنتخب تونس، وفي 2008 من جديد كانت في البحرين أيضا وبطلها مملكة البحرين في عام 2008. إذن هنا الإرسال حاضر من عنان، نقطة الشوط، نشوف مركز 2، يا سلام يا سلام، هذا اللاعب القصير المكير الذي أنهى حوار النقطة 23 وضيق الخناق على حسم منتخبنا الوطني. إذا نقطة الحسم، نقطة الحسم، هل يحسم منتخبنا أم يؤجل العراق إلى ما بعد 25؟ ننتظر، نترقب، نحبس الأنفاس في هذه النقطة الجميلة والمميزة، وربما تكون الأخيرة إذا ما حصدها منتخبنا. الإرسال في الانطلاق، هنا استقبال حاضر من ناصر، إعداد جميل، محمد يعقوب ختمها أبو ريم، أنهاها في شوط المباراة الثاني 25 مقابل 23. ينهي منتخبنا الوطني حوار شوط المباراة الثاني بعنوان الندية والمنافسة، ولكن العبرة في الخواتيم يختمها الأحمر البحريني في شوط المباراة الثاني بنتيجة 25 مقابل 23. إذن أعزائي المشاهدين، قبل أن تذهبوا للقطات المختارة نستكمل لكم سجل البطولات، حيث في عام 2012 كانت البطولة في مملكتنا الغالية وكان بطلها تونس، أما في 2014 و2015 كانت في الكويت وبطلها مصر، وفي 2016 و2018 البطولة في مصر والبطل كان منتخب مصر. إذن لا تذهبوا بعيدا، نترككم مع اللقطات المختارة من طاقم العمل ونعود لاستكمال هذه الندية والإثارة في شوط المباراة الثالث.
إذا أعزائي المشاهدين، في اليوم الأول من هذه البطولة فاز المنتخب التونسي على المنتخب العماني بثلاثية نظيفة، وهنا يتقدم منتخبنا بشوطين مقابل لا شيء بعد تنافس شديد في الشوطين الأوليين. أما مباريات الغد هناك المنتخب الكويتي يقابل المنتخب الأردني، ومنتخب قطر يقابل منتخب المملكة العربية السعودية في اليوم الثاني في بداية للمجموعة باء. إذن اليوم الأول للمجموعة ألف واليوم الثاني للمجموعة باء. ننتظر أعزائي المشاهدين هذه البطولة العربية الجميلة التي تجمع الإخوان الأشقاء العرب. وهنا انطلاق صفارة الحكم العماني لانطلاق مجريات شوط المباراة الثالث. نشوف إرسال فلوتر جميل، إعداد حاضر، يا سلام، يضرب علي إبراهيم ويقطع في الكرة إلى خارج أرضية الملعب. 1 مقابل لا شيء. يبدأ جورج الجيتا بنفس التشكيل الذي بدأ به الشوطين الأوليين. انطلاقه في الإرسال، يا سلام، محمد يعقوب، إعداد حاضر، ناصر يضرب، المتابعة حاضرة، تعود، يا سلام يا سلام يا سلام، نقطتان على التوالي للمنتخب العراقي كما عودنا أن يتقدم على منتخبنا الوطني، ونتمنى أن يتكرر السيناريو بانتصار منتخبنا وحسم هذه المواجهة بثلاثية نظيفة، لأن ربما إذا عاد العراق ربما هناك الكثير في هذه الأمسية إذا ما عاد العراق وحسم الشوط الثالث. 3 نقاط على التوالي. يدك على التايم اوت يا الجيتا. نشوف يؤجل الوقت المستقطع على أمل أن يقطع الإرسال المقلق للاعب حسام عبد الصمد. إرسال ينطلق، استقبال محمد يعقوب، يا سلام، عادت سهلة، تعود، يا سلام، يضرب على طريقة نقبيث، يا سلام، ناصر عنان ينجح ويحسم أولى نقاط شوط المباراة الثالث. 1 مقابل 3. هاني في الإرسال، إرسال ينطلق، تابعة حاضرة، ضربة قوية من مركز 4 وحائط الصد متماسك بشكل جميل كأنها خرسانة مصطفى على الشباك تمنع الضربات العراقية. شوف، يا سلام عليك. 3 مقابل 2. هنا إرسال فلوتر من هاني، متابعة جميلة من ليبرو، يا سلام، هنا يضرب كرة قوية. الضارب في مركز 2 منتظر محمد ياسر يجلد أرضية الملعب ويعيد التقدم بفارق النقطتان لمصلحة منتخب العراق. إرسال قوي، استقبال من عباس، الضرب من محمد جاسم، ينجح محمد جاسم بضرب الكرة في حوائط الصد إلى خارج أرضية الملعب، والنقطة الثالثة لمصلحة منتخبنا. يلا يا المدلل، علي إبراهيم ليس في أفضل حالاته. هنا إرسال حاضر من علي إبراهيم، مركز 4، يا سلام المتابعة، محمد يعقوب، كرة إسقاط، متابعة عراقية، مركز 2، كرة إسقاط هي الأخرى. نشوف عنان، يا سلام يا سلام، الذكاء الممتد من ناصر عنان يؤتي بالنقطة الرابعة. قائد الفريق ناصر عنان، 4 مقابل 4. علي إبراهيم، اضرب ارسالك يا علي. يخطأ في الإرسال
من جديد، والنقطة الخامسة عراقية. 5-4. وهنا إرسال خاطئ لمنتخب العراق. 5-5. عنان يضرب الإرسال. يا سلام، ضربة قوية موجهة على الليبرو عباس، وهنا دخول اللاعب العراقي للاعتذار، ولكن الحكم العماني منعه من الاستمرار في الدخول. وهنا دخول محمد رجب للاطمئنان على سلامة اللاعب. شجاعة عباس في الوقوف أمام الكرة. إذن هنا دخول محمود عبد الحسين اللاعب الحر الآخر. إرسال قوي، يصطدم في الشباك. نستذكر البطولة التي أقيمت في سوريا في عام 92. كان هناك العملاق في مركز 3 محمد جاسم مفتاح، كان أحد عمالقة كرة الطائرة على مستوى الخليج والوطن العربي. وهناك أيضا القائد العملاق رضا علي، وصانع اللعب خليفة الشوملي، وياسين الميل وحسين الميل. بطولة رائعة استمتع بها جيل السبعينات والثمانينات. 7-6. وهنا إرسال خارج أرضية الملعب، والتقدم كما تعودنا عليه عراقي. إذن سلامات لعباس، يدخل أرضية الملعب من جديد بعد اطمئنان محمد رجب على سلامة عباس. وهنا الإرسال، وين استقبال حاضر، عادت من بعيد. يا سلام، علي إبراهيم ليس في أفضل حالاته. 9-6. العراق متقدم بفارق 3. هنا استقبال متوسط المستوى، عوض يا علي، وين إلى خارج أرضية الملعب من جديد من علي إبراهيم. وهنا دخول محمد عنان لإشغال مركز 2. هارد لك يا علي، كفيت ووفيت، وربما تعود لنهاية الشوط أو نشاهد علي إبراهيم في شوط المباراة الرابع. عنان العائد من الإصابة، لم يزج به المدرب في جل الأشواط إلا بعض النقاط، يشارك بنسبة قليلة في هذه المواجهة. هنا إرسال خاطئ يعطي النقطة 7 لمصلحة منتخبنا. ينطلق الإرسال، حسين منصور. يا سلام، ضربة قوية من مركز 4 من اللاعب رقم 4 منتظر محمد ياسر. 11-7. فارق 4 نقاط لمصلحة منتخب العراق. ينطلق الإرسال،
استقبال محمد يعقوب، يا سلام. هاني حبيب الذي لعب موسمه الأخير مع النادي الأهلي وبدأ مسيرته الكروية مع نادي بني جمرة وتألق في دوري الدرجة الثانية، ثم خطفه الأهلاوية إلى دوري عيسى بن راشد وأحرز معهم بطولة الكأس، كأس سمو ولي العهد في البطولة الأخيرة. إذن هنا إرسال مباشر إيس من محمد يعقوب، يسمونه محمد إرسال. أستاذ حسين الأحمد أطلق عليه محمد إرسال. إرسالاته القوية والمقلقة، واصل يا محمد، يا سلام عليك. شتت الكرة الأولى، عادت عراقية، دفاع من ناصر، إعداد، الضرب من ناصر، يا سلام عليك. الكرة الأخيرة جميلة من ناصر عنان، وهناك لمس للشباك، وهنا يعترض على قرار الحكم، ربما يطلب التشالنج المدرب الإيراني في الكرة الأخيرة. شوف الأخوين ناصر ومحمد في نفس الدوران. ننتظر قرار أحمد عبد العال. هذا جورج الجيتا يحتضن سيد هاشم، لاعب الصغير في عمره، الكبير في أدائه. أوه، إذن لا يوجد ربما لا يوجد هناك لمس للشباك، وستعاد الكرة الأخيرة ولن تحسب لمصلحة منتخبنا. نقاش بين الأحمدان العراقي والكويتي. إذن تعاد الكرة الأخيرة بقرار من الأحمدان، أحمد محفوظ وأحمد عبد العال. أربعة أحمد يقودان المواجهة في الصفوف الأمامية. 11 مقابل 9. تعاد الكرة الأخيرة. محمد يعقوب يستأنف الإرسال، إرسال قوي، عادت، يا سلام، حائط الصد يحسم هذه المرة وليس الشباك. اصطفاف من هاني ومحمد عنان. إذا الحكم يخاطب ناصر عنان، ربما هناك بطاقة صفراء لقائد الفريق. حذاري من أن تذهب الأعصاب بعيدا يا ناصر. إذا بطاقة صفراء موجهة على منتخبنا الوطني، وبالتحديد على ناصر عنان. إذن الوقت المستقطع حاضر أعزائي المشاهدين، بعدما استشعر الخطر البحريني مدرب منتخب العراق إذن محمد جاسم لاعب الارتكاز، يذكرنا بطول قامته بمحمد جاسم مفتاح، لاعب الارتكاز العملاق الذي أحرز
بطولات عدة أبرزها البطولات الخليجية على التوالي بقيادة المدرب المرباطي الذي عاصر الجيل القديم مع رضا علي والشوملي، وعاصر الجيل الذي بعده مع المرحوم جاسم النبهان عبد الله النجدي. إذن هنا عنان يحسم النقطة 11. عنان الغائب عن المواجهات لأكثر من عام يأتي في أول مواجهة بشكل إيجابي جدا. نشكر كل القائمين على علاج هذا اللاعب ومساعدته في العودة إلى أرضية الملعب. هنا إرسال ينطلق، نشوف يا سلام، يضرب في حوائط الصد ويأتي بالنقطة 12 المنتخب العراقي. 12 مقابل 11. إرسال ينطلق، شوف من مركز 3، يا سلام المتابعة، من يخلص مركز 3. باسكت بول يلعب هاني، ينجح بالسلام دانك الأخير، والاعتراض لم يكن بهذه الشدة من اللهب. هذه الشدة لو حكامنا البحرينيين وقفوها أمانة، لو كان سامي سويد كان الكرة الأخيرة عراقية. تحية سامي سويد الحكم الدولي أبو حسين. 13 مقابل 12، العراق يتقدم من جديد. إرسال قوي، استقبال من محمد يعقوب، يا سلام محمد جاسم. محمد جاسم من جديد كرة إسقاط ذكية وسلسة وجميلة. التعادل 13 مقابل 13، وهنا نقاش حاد مع الحكم. أصفر ثاني. إذن طاقة صفراء أخرى موجهة على المنتخب العراقي. نشوف الندية والإثارة والحماس. محمد عنان جوني على الإرسال، نشوف الإرسال. يخطأ عنان، استعجل في الإرسال، يصطدم بالشباك، والنقطة 14 عراقية. طمنا على عنان في المركز الأمامي. يعني نشوف ضرباته من المركز الخلفي، استقبال حاضر، يا سلام. ولا ضربات عنان، لا 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 لا، يطمن الجماهير البحرينية وبالخصوص الأهلاوية أن عنان قادم للمنافسة. 14 مقابل 14. ناصر على الإرسال، يا سلام، حائط صد حاضر، دفاع من عباس، كرة سهلة. محمد يعقوب، يا سلام، يضرب كرة قوية ولكنها خارج أرضية الملعب. استخدم التشالنج، يمكن داخل بمليمتر، قريبة من الخط. الكرة الأخيرة. 15 مقابل 14، منتخب العراقي متقدم بفارق النقطة.
وهنا تغيير ربما على مستوى الإرسال. مصطفى حميد جابر، مصطفى حميد، استقبال حاضر. عنان يضرب كرة قوية داخل أرضية الملعب. هنا تغيير على مستوى الإرسال هو الآخر بدخول محمود عبد الواحد بديلا عن محمد جاسم. ينطلق الإرسال، استقبال حاضر، تعود تصطدم الكرة الأخيرة في العصا الهوائية، والتقدم حاضر أعزائي المشاهدين لمصلحة منتخبنا الأحمر. يلا يا شباب نواصل الدرب، ننهيها بثلاثية نظيفة. إرسال من محمود قوي، استقبال ممتاز، الضرب من مركز 2. يا سلام المتابعة من محمود عبد الواحد. عنان يضرب صاد البلوك، قال حائط الصد العراقي الثالثة ثابتة. حوائط الصد العراقية تقف سدا منيعا لضربة عنان الأخيرة، و16 لكلا الفريقان. انطلاقة في الإرسال، تصطدم كرة قائد الفريق أسامة منيف في الشباك، والنقطة 17 لمصلحة منتخبنا الوطني. حسين منصور، ينطلق الإرسال من حسين، استقبال حاضر، الضرب من مركز 4، وين خارج أرضية الملعب. حافظ على النقطتان، حافظ على النقطتان، ربما تكون الخواتيم صعبة أمام العراقي. أسود الرافدين يتأخرون في النتيجة بفارق النقطتان، 16 مقابل 18. هنا حسين، إرسال فلوتر، نشوف إعداد حاضر، الضربة من مركز 2 خارج أرضية الملعب. وين ربما الكرة الأخيرة لامست حوائط الصد. هنا نعم محمد يعقوب يشير أن الكرة لامست أصابعه لكي لا يتعطل اللعب بأخذ التشالنج. 17 مقابل 18، فارق النقطة لمنتخب البحرين. استقبال حاضر من ناصر، إعداد من حسين، الضرب من محمد يعقوب، يخطأ بريم، والتعادل يعود 18 مقابل 18. التعادل 18 لكلا الفريقان. التعادل أعزائي المشاهدين. هنا الإرسال ينطلق، يصطدم بالشباك، ويتنفس منتخبنا السعداء، وأهازيج الجماهير تصدح بشكل أكبر وأجمل. نشكر الجماهير الحاضرة لمؤازرة الفريق في أولى مواجهاته. هنا محمد يعقوب، إرسال قوي، استقبال حاضر من مركز 2. يا سلام عليك، يا سلام عليك، يجلد أرضية الملعب بحسين مير شامل. تسعة عشر مقابل 19. تعادل، تنافس، ندية، إثارة منذ انطلاق صفارة الحكم العماني أحمد العجمي. هنا إرسال خاطئ إلى خارج أرضية الملعب بعيد كل البعد عن 81 مربع البحريني. هنا هاني على الإرسال، لاعب الارتكاز هاني حبيب.
إرسال حاضر من هاني. كرة ناجحة من مركز 2 من منتظر محمد ياسر. 20 مقابل 20. إرسال قوي، استقبال من ناصر، تصحيح من محمد يعقوب. خلصها ناصر، موجهة على كريم هادي صالح اللاعب الليبرو. كثير الكلام كريم هادي الليبرو، ذلك تأكيد يفتقد التركيز في مثل هذه الكرات السهلة. هذا عنان، إرسال قوي، عادت، خلصنا يا ناصر. نقطتان على التوالي بحرينية من ناصر عنان. 22 مقابل 20. يلا يا عنان. هنا الوقت المستقطع الأخير في شوط المباراة الثاني لمصلحة العراق. ما زال الجيتا لم يستخدم أي أوقات مستقطعة في شوط المباراة الثالث. إذن 3 نقاط تفصل منتخبنا على حسم هذه المواجهة بثلاثية نظيفة. ثلاثية نظيفة لكن تنافس شديد، ولكن ما زال هناك بقايا أمل للمنتخب العراقي لكي ينتفض. نشوف، نتابع، ننتظر الوقت المستقطع نستنفذ لمنتخب العراق. 22 مقابل 20. محمد عنان يستمر في يطمئن الجميع. تسجيل دخول بعد غياب لمحمد عنان يأتي بالكثير. إرسال جميل من جوني إيس داخل أرضية الملعب. 23 مقابل 20. عنان من جديد، إرسال بقبضة من حديد، استقبال متوسط المستوى، عادة عراقية، إعداد حاضر. يا سلام يا محمد جاسم، يا سلام يا محمد جاسم. 4 نقاط بحرينية على التوالي. وهنا الجيتا يريد أن يشرك اللاعب الشاب حسن الورقة في حائط الصد. نشوف، هذا حسن الورقة اللاعب رقم 21 من مواليد 2001، 2 سنتيمتر يا ناس. جوني، ربما الإرسال الأخير، النقطة الأخيرة. عنان، استقبال عراقي حاضر من مركز 2، يضرب. محمد جاسم وناصر عنان، اصطفاف على الشباك وإنهاء هذه المواجهة بثلاثية نظيفة. إذن 25 مقابل 20 ينتهي شوط المباراة الأخير، حيث انتهى الشوطين الأوليين بفارق النقطتان. الأول 29 مقابل 27، والثاني 25 مقابل 23، والثالث 25 مقابل 20. إذن ألف مبروك لمنتخبنا وهارد لك لسود الرافدين الذي شاهدنا منهم المنافسة على طوال هذه المواجهة. كان معكم من قناة البحرين الرياضية الفضائية محدثكم علي الشعباني.
تقبلوا مني وافر التحايا ومن طاقم العمل، على أمل اللقاء بكم عما قريب.